أعلن في القاهرة مساء الاثنين 23 يناير سنة 2023 وفاة سامي شرف الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية، أحد مؤسسي المخابرات العامة المصرية وسكرتير الرئيس عبد الناصر الشخصي للمعلومات. وفاة السيد سامي شرف كانت في مستشفى وادي النيل عن عمر ناهز 93 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وتقرر تشييع جثمانه الطاهر بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 يناير. المعروف أن سامي شرف هو أحد المحكوم عليهم بانحرافات المخابرات والمسؤولين عن نكسة 67. وصفه البعض بالمرعب سامي شرف لأنهم كانوا يعتبرونه مرعب الفنانين والفنانات والصحفيين والصحفيات والسياسيين والسياسيات الأحياء منهم والأموات في عهد عبد الناصر لأفعاله القذرة. قال عنه مفيد فوزي في حواره مع صفاء أبو السعود: سيد سامي شرف كنا بنخاف منه قوي زمان، وكنا نقول اسمه لجوه. ازاي؟ اقول لك ازاي. ما هو ده يعني عمليه طبعا تلاقيها وراها. ولد سامي شرف في حي مصر الجديدة بالقاهرة في عام 1929، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين 6 أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة. والده الدكتور محمد عبد العزيز شرف من مواليد محافظة بني سويف، وكان طبيبا حاصلا على شهادة الدكتوراه في الجراحة العامة من جامعة أدنبرا بالمملكة المتحدة، وعمل مفتشا بوزارة الصحة في عدد من محافظات مصر من بينها محافظة بني سويف. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، ثم التحق بالكلية الحربية عام 1946 وتخرج منها في 1 فبراير عام 1949، وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام قليلة. التحق بالمخابرات الحربية، وعندما سافر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمشاركة في مؤتمر باندونغ استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية للمعلومات للرئيس، وعينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات. استمر في هذا العمل وحصل على درجة مدير عام ثم وكيل ثم نائب وزير فوزير قبل وفاة جمال عبد الناصر. تم تعيينه وزيرا للدولة ثم وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية في أبريل عام 1970. وطلب سامي شرف من الرئيس أنور السادات بعد رئيس عبد الناصر أن يتقاعد 3 مرات لكنه رفض. كان سامي شرف قد اتهم بقتل الملك فاروق بأوامر من جمال عبد الناصر، إلا أن الضابط الراحل سامي شرف الذي عمل أيضا سكرتيرا لرئيس الجمهورية ظل ينكر ذلك طوال حياته. أما آخر ما كتبه سامي شرف فكان سلسلة موضوعات نشرتها جريدة الشروق عن كواليس العدوان الثلاثي وثورتي ليبيا واليمن وغير ذلك من القضايا والموضوعات التي عاصرها شرف أثناء توليه منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.